السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما ننساش كده حبيباتي نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فضلا وليس امرا، لو انتي اول مرة تشوفيني يا ريت بعد اذنك تشتركي في القناة كده وتفعلي الجرس وتدوسي كده على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار لكل فيديو جديد بنزله. وقولي لي بقى كده رأيك، يهمني ايه رأيك في القناة كده وفي محتوى القناة. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. النهارده جايه لكم بروتين كده خفيف، نزلنا جبنا طلبات كده للبيت وهنعمل لهم بقى كده حبة بليلة معتبرين يعني. وهنعمل غدا بقى وهنغسل مواعين بقى، وان شاء الله بإذن الله روتين النهارده يديكوا كده طاقة إيجابية ويديكوا فكرة ان شاء الله تقدري تنفذيها في اي يوم تاني. يلا بقى نسمي الله ونخش على الفيديو على طول. اول حاجه انا نزلت السوق كده. النهارده ما جبتش طلبات من عند البيت بقى ولا حاجه، انا نزلت السوق. كنت عايزه مشتريات كتير، وبصراحه بقى ايه الاسعار بقت جنبي هنا غاليه جدا يعني، فمش هيبقى مع الغلا دوت وكمان جنب البيت اغلى. فطبعا اللي احنا نقدر نوفره يعني ايه. ادينا اهو بنعافر زي ما بيقولوا. جبت الطماطم الحلوه الجميله ديت، جبتها ب5 جنيه. واللي في الشنطه السمرة ديت جبتها ب4 جنيه. جبت شنطتين كده عشان هعمل محشي ان شاء الله وكده معاكم باذن الله. وجبت كمان اللي هو البتنجان العروس دوت، جبته كيلو ونص ب10. كان صابح والله وحلو قوي كده، جبته كيلو ونص ب10. وجبت كمان نص كيلو من الفلفل، جبته رومي على شطة يعني. الفلفل كان ب10 جنيه والجزر ب5 جنيه. جبت كيلو جزر، ما جبتش الا كيلو بس يعني على قد اللي انا هستخدمه ان شاء الله. وجبت بقى البطاطس الرملية ديت، هي يعني بيقول لي آلية وكده، بس هي البطاطسية ذات نفسها فاتحة يعني، فان شاء الله بإذن الله هتكون كويسة. كيلو ونص ب10، جبت 3 كيلو ب20 جنيه. وانا في السوق كده بقى ايه، كان جوزي في وردية يعني ورن عليا وقال لي انا جبت فاكهة. فوفر عليا بصراحة، الله يبارك له ان شاء الله. هو اللي على طول بصراحة ما بيكون جاي من الشغل كده بيجيب لنا الفاكهة يعني. كان جايب موز كده، دولت اللي في الشنطة اللي هناك دي. تقريبا يعني تقريبا كده 4 كيلو موز او 3 كيلو حاجة زي كده يعني. وجايب 2 تفاح. وجايب بس قال الفراولة ما عجبتنيش فجبت كيلو واحد بس عشان فيها طري يعني، او خاف ان هي بصوا لسه خضرة وكده فخايف منها يعني فما كترش منها. وجايب كده كيوي. هو بقى ايه بصراحة متخصص الفاكهة بتاعنا يعني. بس وجبت بقى انا ايه في مشتريات البيت يعني، جبت كده نص كيلو من الليمون. وجبت الكرنباية الحلوة القمراية دي كده. الكرنبة دي لوحدها عايزة اقول لكم بقى بالخضرة كده بالحبشتكنات بتاعتها. دي كده ربطة سبانخ بقى. ب20 جنيه يعني، بسم الله ما شاء الله. الكرنب دلوقتي بقى زيه زي الرز زي الطماطم. على ما تيجي تحشي الكرنب بقى بسم الله ما شاء الله. عشان ما نتوهش من بعض، كنت عايزة شوية طلبات كده من عند العطار. كنت جبت سمسم كده وجبت كمون. وجبت شمر وجبت اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد كربوناتو. وجبت دوا بتاع اللي هو المش دوت، كانت ماما قايله لي عليه يعني عايزاه عشان تحطه في المش وكده. وجبت بقى من عند الحلواني كده فول سوداني. وجبت قالب عجوة علشان ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض الايام الجاية قرص وكده، فكنت محتاجة عجوة والسمسم فجبته. وجبت بقى ايه المكعب الشوكولاتة اللي هو الغامق دوت. الكاكاو، ربع الكاكاو يا جماعة بقى ب45 جنيه، ربع الكاكاو بقى ب5، ازاي دي مش عارفة بصراحة. وجبت لهم كده صوص التوت البري. جبت لهم ازازة كده صغيرة. وجبت بقى ايه تكملة الفلوس كيس بسبوسة وورقتين الفانيليا. انا عايزة اقول لكم بس الحبة اللي هم بتوع الحلواني دولت ب100 وحاجة تقريبا يعني. والحاجات اللي من عند العطار ب95 جنيه. فالحمد لله يعني. فبما ان بقى ايه صرفت كتير النهاردة. نسيت اوريكم كنت جايبة لحمة والله عشان هعملها ان شاء الله جنب المحشي بكرة بإذن الله. يلا بقى خير حصل خير. زي قبل كده في فيديو كان نازل برضو كنت مقشره معاكم البطاطس لو تفتكروا. وقعدت اقول لكم نفسي اكل بطاطس مقرمشه ومش عارفه ايه، وجيت ابص اكتشفت ان انا ما حطيتش البطاطس اصلا وانا بقدم الاكل يعني. فخدوا مني كده على النسيان والحاجات دي كتير يعني.
فبما إني بقى رُحت السوق كده وجِبت طلبات واليوم كلّه كان مضغوط والله وكان عندي مواعين كمان والدنيا كانت متكربسة على دماغي كده، فقُلت بقى إيه، هاعمل لهم النهارده أكل شعبي كده، هاقلي بطاطس وهاعمل لهم شوية مسقعة، وهالِم بقى إيه، حبّة حاجات كده من البيت يعني، عشان بكرة إن شاء الله بإذن الله هنطبخ. قطّعت كده البتنجان وكنت راشّة عليه ملح وسِبته شوية لغاية لمّا أنزّل المَيّة بتاعته، وفي طاستين كده، طاسة هاقلي فيها الفلفل والبتنجان، والطاسة التانية هاسيبها نضيفة كده أحمّر فيها البطاطس يعني. بس هاقعد أقلِّب بقى كده في البتنجان عشان ياخد لون من على الوش التاني. عايزة أقول لكم بقى إن أنا باحب جدًا المسقعة اللي هي بتبقى من غير بطاطس دي. لمّا باعمل المسقعة اللي هي بتبقى البطاطس بتبقى جميلة وكل حاجة، بس باحس إن هي دايمًا معجنة كده. وساعات جوزي بقى بسم الله ما شاء الله يعني الله يبارك له، يقول لي: "أنا عايز الطماطم بتاعتها تبقى خفيفة شوية." ما أعرفش بقى ليه، بس عشان أقول لكم الصراحة برضه هو بيحب ساعات يغمسها جنب الكشري الأصفر اللي هو الكشري أبو عدس ده. فأنا بصراحة بقى ما كنتش متعودة على كده يعني، فباحب آكلها أنا بالعيش، ما باحبش يعني ما باحبش ما باحبش أغمّس بيها. فبس، فقُلت له: "بُص بقى النهارده بقى سيبني كده أعمل حبّة مسقعة كده زي اللي باعملهم كده، يعني اللي كنت باعملهم بمزاج، خلّي البطاطس لوحدها كده على جنب يا باشا ونعمل مسقعة كده بتاعتنا على جنب، ودوق وقُل لي يا عم لو ما عجبتكش يبقى ليك الكلام." فبالتالي يعني حمّرت البطاطس كده، وابتديت إن أنا أقلي في الفلفل والبتنجان زي ما أنتم شُفتوا، وعايزة أقول لكم إن أنا كان الفلفل الشطة كنت مقطّعاه مكعبات كده تخينة شوية، وسِبت قرون بحالها علشان بُصّوا ما تبقاش مشطشطة أوي بقى والعيال وكده بقى يعرفوا يتغدّوا يعني. فابتديت اللي أنا أقلّبهم كده، والقرون ديّة سِبتها كده مش فاتحاها كمان ولا حاجة، على أساس إن هي تفضل محتفظة بالحمو بتاعها كده من جوّه. عندي جوزي وبنتي هُم اللي بيعشقوا الحامي ده، أنا بصراحة ما ليش في أي حاجة حامية يعني، آكل الحمو اللي هو الخفيف دوّة، إنّما أي حاجة مشطشطة زيادة عن اللزوم لأ، بصراحة لأ. جِبت هنا بقى صينية كده نضيفة ونزلت فيها بشوية زيت برضه نضاف، وكنت داقّة بقى كده إيه، كام فص توم حلوين كده، وهندّيهم بقى إيه تقليبة حلوة بقى عشان نشم ريحة التوم بقى الجميلة دي، باعشق جدًا التوم والله العظيم بقى في الأكل والبصل يعني. هنطُش بقى الطشّة بتاعة المسقعة بتاعتنا كده عشان تدّينا الريحة بقى الخطيرة الجميلة دي، تعالوا نشوف بقى هنعمل إيه كده، بس يا ريت بقى ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، عشان القناة إن شاء الله بإذن الله تكبر وتترفع بيكم إن شاء الله بإذن الله. هنا بُصّوا نزّلت كده يعتبر هو معلقة كبيرة كده من الخل، هتفرق خالص والله العظيم في طعم المسقعة بتاعتِك، يا دوبك هتطُشّي بيها التومة ديّة، مش قادرة أقول لِك بقى على الريحة بقى. كنت مقطّعة بقى هنا كده على جنب طماطم مكعبات، بصراحة مش باحب أضربها في الخلاط برضه، باقطّعها مكعبات كده عشان تبقى باينة كمان معايا كده في الأكل يعني. عايزة أقول لكم الخلطة دي كمان كنت عاملة قبل كده طريقة مسقعة ني في ني كده من غير ما نقليها في الزيت ولا أي حاجة، إن شاء الله بإذن الله في مرة كده هابقى أنزّلها لكم. كنا بنعملها زمان كده ورا الخبيز لمّا كنا بنخبز كده، نقطّع بقى كل حاجة نيّة كده على بعضها، على بعضها، ونحطها في الفرن ورا الخبيز كده، كان بيبقى ليها ريحة بقى وطعم تاني خالص بصراحة. الناس بقى اللي هم الفلاحين زي حالاتي كده ومن الأرياف يعني، فأكيد عارفين أنا أقصد إيه. هنا بقى بعد ما التسبيكة بتاعة المسقعة جهزت معايا، ما سِبتهاش بقى اتسبِّكت أوي ولا خفيفة منّي أوي، هي وسط زي ما أنتم شايفين كده. نزلت بقى كده بالفلفل والبتنجان واديتهم تقليبة كده، بصوا الريحة بقى مش قادرة اقول لكم، وبهرنا بس كده بملح وكمون مش اكتر من كده يعني. جيت هنا على جنب بقى كده كان فاضل معايا ايه، حتة جبنة قريش مش هتكفي، رحت حاطة عليها حتة جبنة حادقة كده وهرستهم بقى مع بعض. عايزة اقول لكم ان المسقعة كده خلاص انا طفيت عليها بقى، هي كده بقت جاهزة يعني. وههرس بقى الجبنة دي كده حلو مع بعض وهنزل ببقية الطماطم ديت، هقلبها بقى كده ايه على الجبنة القريش والجبنة الحادقة ديت. في سبيل كده نعمل طبق حلو كده اهو زي ما انتم شايفين من الجبنة بطماطم، وهنزل بمعلقة كده من الزيت الذرة، وكده تبقى طبق جبنة بطماطم كده جاهز معايا. وهقطع كمان جنب الاكل دوت خيار كده
وهاحط زيتون كمان مخلل كده بقى، اي حاجه موجوده عندك في البيت بقى وفي التلاجة كده حبشي بقى كده وظبطي. وادي كده حطيت الاكل بقى بتاعنا، وكنت جايبه معايا كمان عيش طازه من الفرن كده. بصوا شكل صينيه المسقعه تحفه. هي دي بقى المسقعه، مش المسقعه ام بطاطس اللي هو بيقعد يقول لي عليها دي. محدش يقول له ها. ربنا يستر وما يسمعش الفيديو يجي يمسكني من قفايا. هو عادي يعني كل واحد بقى على حسب ما اتعود، هو كان متعود ان هو يغمس المسقعه بقى مع الكشري وكده. بس انا بصراحه ما كنتش متعوده عليها بقى، فبعملها له برضو والله. بس انا النهارده الحمد لله ساب لي حريه الاختيار كده بقى ان انا اعمل الايه المسقعه بالطريقه اللي انا عايزاها. بصوا غرفتها كده، بصوا ناشفه وجميله ازاي بنت الناس، والله العظيم والله العظيم تحفه. مع انها اكله بسيطه بس برضو يا ريتكم كنت جنبي كنت دوقتكم والله العظيم وقلت لي ايه رايكم. إيه كده بقى، ده كان غدا النهارده اكل بسيط كده ومن البيت، واللهم ديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. رحت نتغدى بقى وهنا دخلت بقى على المواعين على طول. إيه عايزه اقول لكم بقى السبونشه بتاعت المواعين ديت. إيه حبيبه قلبي بقى صاحبتي هي اللي قالت لي عليها يعني. وقالت لي هتغسلي بيها الألمونيا وهتغسلي بيها كل، اقول لها دي؟ تقول لي ايوه هي دي. يا بنتي ازاي؟ طب قولي اه تبقى حلوه للاطباق ومش عارفه ايه. تقول لي والله جميله للألمونيا يا بنتي دي. تقول لي اه دي. فبقول لك يا ام الاء والله العظيم غسلت بيها، هي فعلا جميله. بس بقى ايه فيها حاجه دلوقتي هنشوفها مع بعض. هي بتغسل الاطباق يعني تحفه. كوبايات فيها طبقه سلك اللي هو اللي مش بيصدي دوت، جميله قوي والله وكل حاجه. تعالوا نخش بس كده على المواعين. انا كنت من بالليل كده كنت عامله لهم كيكه، وكانوا هم طالبين مني كيكه يعني فعملت كيكه. وجيت بقى الميه قطعت وانا بيني وبينكم كمان كسلت ونمت. فقمت الصبح رحت وديت عيالي الدروس، ورحت جبت طلباتي من السوق، فعلى ما جيت عملت الغدا. فده كان حصاد ايه من قبلها بليلة يعني، والله مواعين العشاء اللي هي عملت فيها الكيكة بس كده ومكان ما الولاد كلوا يعني، ومواعين الغدا بتاعت تاني يوم. فنفسي كده نفسي ربنا يكرمني كده واجيب غسالة اطباق. بس مش عارفة ساعات بقعد اكسل اقول ايه، طب ما انا اللي يخليني اشطف المواعين وبعدين احطهم في غسالة الاطباق. طب ما انا غسلتهم خلاص يعني. فمش عارفة بقى يعني هل الموضوع مجزي ولا مش مجزي. وبيني وبينكم في الوقت الحالي ده دلوقتي مش هينفع يعني اي حاجة. وعشان بقى ايه افكر واخطط لها إيه المكان بقى، هقعد افحر كده عشان اشوف لها مكان بقى فين وهحطها فين الحوارات دي. فمش عايزه اسبق الاحداث كده، وعايزه اسيب كل حاجه تمشي إيه بتدابير ربنا يعني ان شاء الله باذن الله لما يريد ربنا ان انا اجيب حاجه فبتيجي باذن الله. فربنا يسهل ان شاء الله كده. بصوا بقى كده انا غسلت كميه مواعين حلوه. زي ما بقول لكم كده. وهمسك بقى ايه الصواني والحاجات دي احطها في الحوض عشان تبوش معايا على ما اغسل إيه حبة الكوبايات دول. عايزه اقول لكم ان احنا اليومين دولت إيه ايام امتحانات ومسحولين سحلة السواد يعني زي ما بيقولوا والله. فالواحد والله على ما بينام شوية ويقوم يشوف اللي وراه او يراجع معاهم شوية او فاكيد كلكم يعني عارفين الوقت بيبقى عامل ازاي، يعني احنا بنجري وكل حاجة بتجري ورانا كده، ولا العمايل بتخلص ولا الواحد بيرتاح يعني. فالحمد لله والشكر لله يعني. دخلت بقى هنا على الألمونيا. عايزة اقول لكم بقى هي والله بتنظف وكل حاجة، دي اللي انا كنت مستهونة بيها. بس عشان اغسل بيها ألمونيا بصراحة بحس ان هي بتاخد مني مجهود جامد قوي. يعني هي بتخلي لي الحاجة جميلة وبتلمع ونضيفة وكل حاجة، بس عشان هي طبقتها يعني رفيعة شوية رقيقة كده، فبحس ان هي بتاخد مني دعك اكتر من السلك. السلكة ممكن مرتين كده لفتين كام لفة كده وخلاص، انما دي لو انتم ملاحظين لازم اقعد ادوس كده على حتة حتة علشان انضفها على مزاجي يعني. وبعدين انا من نوعية الناس اللي واخدة ان الألمونيا لازم كلها تبقى بتبرق. ما ينفعش جنب يبقى من هنا مزرق وجنب مغسول، ما بحبش كده. فلازم بصراحة تاخد مني وقت كده في الدعك. فانا بصراحة برجحها في الألمونيا وفي في الاطباق وكل حاجة، بس بصراحة ما استريحتش ليها في الألمونيا يعني اكتر، استريحت ليها للكوبايات والاطباق والحاجات الخفيفة يعني. انما في الألمونيا لا السلكة.
هي نضّفت معايا وكل حاجة، بس باقعد بقى إيه، واخدين بالكم إن أنا باقعد أعمل مجهود جامد كده عشان إيه، عشان أقعد أدعك جامد كده. فحبيبة قلبي أم آلاء باشكرِك عليها والله يعني، هي جميلة جدًا، ما اتحرمش منِّك يا قلبي يا رب. بس بعد ما باغسل بقى كده الألمونيا، أهم حاجة عشان الألمونيا بتاعتِك ما تبقاش مبقعة ولا حاجة، لازم تتشطف كويس كذا مرة كده، واخدين بالكم؟ لازم تتشطف كذا مرة حلو عشان تطلع الألمونيا بتاعتك نضيفة كده، ما تبقاش فيها أي بقع ولا حاجة. وفي نفس الوقت كده بنركنها على الصفاية تصفي المية اللي فيها خالص، وبعدين ننشف بقى أو نرجع كل حاجة مكانها. هنا بقى كنت الحمد لله ربنا كرمني كده وخلصت مواعين اليومين، وقلت بقى خلاص بقى تعالوا كده. كنت سالقة بليلة كده بقى وانا بعمل في المواعين يعني، البليلة اللي هي الغلة بتاعة القمح. أنا كنت جايباها في المشتريات ومش عارفة برضه الكيس دوّة فلت مني فين، فما اتصورش معاكم بقى اعذروني يعني. زي ما باقول لكم كده في حاجات هتقع مني كتير بقى إيه معلش أنتم حاولوا تلملموا ورايا يعني. فكنت سالقة غلة، فهنا ده كان اللبن دوّة جاي لي من البلد يعني، فكنت غالياه وحاطاه من قبلها في يوم في التلاجة، فعمل طبقة القشطة الجميلة دي. فطبعًا أنا ولادي بسم الله ما شاء الله لو لقوا في أي حاجة حتة قشطة كده ممكن يسيبوا لي كل حاجة مكانها. فبقشطه كده، والعلبة ديّة زي ما باوريكم كده كانت في الفريزر. أي قشطة بتطلع بالمّها باحطها عليها وباستخدمها في فطير بقى، باستخدمها في معجنات، ساعات باسيّحها سمنة، أي حاجة يعني بصراحة بتنفع يعني. وجيت هنا نزلت بقى إيه بالسكر على اللي هو الغلة أو البليلة ديّة واللبن، وهياخدوا معايا كده آخر غلوة وخلاص على كده. واللبن اللي فاضل كده عشان بقى ما يوقعوليش فيه اي حاجة بقى كده او يروبوه يعني ايه. ساعات ممكن اي حد فيهم كده يكون بيجيب حاجة يحط لي مش عارفة معلقة مش عارفة ايه، او يقعد بقى فترة طويلة كده مكشوف فبيروب. فبصراحة بقى ايه فضيته النهاردة وحطيته بقى ايه في شفشق الازاز ده وغطيته وهحطه في التلاجة، والقشطة هرجعها الفريزر تاني. وادي كده بقت البليلة جاهزة معايا. هابتدي بقى إيه إن أنا أصُبّها لهم كده في بولات صغيّرة. كنا خلاص بقى والله العظيم بقى إيه يعني كل الشغل ده وأنا واقفة كده والله يعني يعتبر ما ريّحتش خالص اليوم دوّة. وكمان إن أنا أنزل السوق دي بتبقى مرهقة عليَّ لإن بقى إيه، على ما رُحت ودّيت ده الدرس وجِبت دوّة ورجعت تاني، فمشيت كتير جدًا النهارده والله. فربنا يعينّي ويعينكم إن شاء الله كده ويوفقهم كلّهم يا رب. هنا خلاص بقى غرفت كده البليلة بتاعتنا، وهانزل بس كده بقى بشوية من الزبيب كده. هاحط لهم النهارده بقى كده إيه، شوية من الزبيب بقى والمكسرات وجوز الهند، يعني نغيّر لهم بقى كده شوية. مع إن هُم كانوا رافضين المكسرات يعني، بس أنا باحاول أخلّيهم ياكلوها، لإن إيه، فيها زيوت وفيتامينات حلوة جدًا كده المكسرات اللي مش بيرضوا ياكلوها دي. بس وادي كده بقى خلاص. آخر حاجة بقى رشة جوز الهند ديّة، وحطيت بندق والله وفستق وكده برضه عشان أكسر لهم الألوان يعني ربنا يهديهم. وآخر حاجة بقى كده كان عندي برطمان فيه قشطة يعني، فحطيت على 2 بس بقى كده، واحدة لجوزي وواحدة ليّا، وهُم طبعًا أكيد مش هياكلوا بقشطة ولا حاجة. وادي شكل البليلة بتاعتنا النهارده، حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حلوة جدًا، وحاجة بقى تدفّي كده، وفي نفس الوقت هُم اتعشوا بيها والحمد لله. وده كان شكلها زي ما انتم شايفين. ايه رأيكم بقى؟ تعالوا بقى ندوق مع بعض كده اللي هي بالقشطة ديت، تحفة والله العظيم تحفة. مع ان انا ما بحبش اكل القشطة كده، بس سبحان الله لما دخلت كده بقى مع البليلة واللبن والمكسرات خلت طعمها حلو قوي يعني، اديتها كده على حتة السمنة البلدي الجميلة دي. فزي ما انتم شايفين بقى كده، بصوا اصلا لونها والله العظيم خطير. اتمنى بقى ان فيديو النهارده كده يكون عجبكم ونال رضاكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.